بس الغريب في كلام لوبون مش بس ان الجمهور عصبي، الغريب هو التناقض. لوبون بيقول ان الجمهور ده كائن عجيب يقدر في لحظه واحده يتقمص دورين عكس بعض تماما، دور الجلاد ودور الشهيد. ودي الحته اللي بتفسر لنا ليه مشجع الكوره ممكن يكون اعنف كائن على الارض وفي نفس الوقت اكتر كائن مخلص ومضحي. لكن التناقض ده مش بس في العنف. لوبون بيقول ان الجماهير زي ما هي مستعده للدمار، هي كمان عندها قدره مذهله على نكران الذات والبطوله. الفرد اللي ممكن يغلط في مدرج هو نفسه اللي ممكن يقدم اروع امثله الوفاء لو ليه قضيه تجمعه. بص مثلا على ملاعبنا في مصر، رغم كل الصراعات والخلافات بنشوف لحظه مهيبه وبتقف عندها عقارب الساعه لما بتيجي الدقيقه 74 في ماتشات الاهلي او الدقيقه 20 في ماتشات الزمالك. ومش بس في ماتشاتهم لوحدهم، ده كمان في ماتشات القمه اللي بتجمعهم ببعض. في اللحظه دي بيحصل اتحاد شعوري عجيب، الجمهور كله بيتحول لقلب واحد، كشافات الموبايلات بتنور المدرج، الهتاف بيبقى ليه رنه حزن وفخر في نفس الوقت. هنا العقل الجمعي اللي اتكلم عنه لوبون بيتحول لكتله وفاء، طاقه الغضب بتتبدل لطاقه حب واحترام وتخليد لذكرى زمايلهم اللي فقدوهم. ده هو الجمهور البطل اللي مستعد يحافظ على العهد لسنين طويله. ما بيحركوش مصلحه شخصيه، لكن بيحركوا ايمانه بعقيده النادي وبان الوفاء جزء من هويته.